طائر الحباك بيشتهر انه من اذكى الطيور على وجه الارض. اولا العلماء سموه الحباك علشان خاطر هو بيحبكها شويتين تلاتة في بناء او في صناعة العش بتاعه. ده غير ان هو مزاجه عالي جدا لدرجة ان هو بيقسم المنزل بتاعه لمجموعة غرف. غرفة مثلا للمعيشة او النوم، وغرفة تانية للبيت قبل ما يفقس، وغرفة تانية لمزاجه الشخصي علشان يشم فيها الهواء، ودي بتبقى في بداية المنزل بتاعه. طبعا نظام الغرف المتعددة الهدف الاساسي منه هي خدعة التعابين. اول ما بيشوف التعبان كده جاي ناحيته بياخد اسرته وبيدخلوا يستخبوا كلهم جوه، وبيفضل التعبان يدور عليهم، وفي النهاية مش بيقدر ان هو يوصل لهم. صحيح التعبان بيبقى شامم ريحتهم قريبة منه، لكن بيبقى هيتجنن، ما بيبقاش عارف هم هربوا امتى وازاي وراحوا فين والكلام ده كله. اخر معلومة عن طائر الحباك ان هو طائر اجتماعي جدا وبيحب يعيش وسط مجموعات، لدرجة يعني ان الطيور الحباكة بتبني حوالي 400 عش على الشجرة الواحدة. وفي النهاية لو عجبك الفيديو او استفدت بمعلومة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت لسه جديد. كمان رأيك بيهمنا جدا في التعليقات قبل الكلام ده كله. سلام.